وسهلا. اليوم غادي نجاوب على واحد السؤال اللي كيتطرح لي بزاف من المغاربه القاطنين بالخارج، كيتعلق بالحضانه. مثلا تيكون واحد الزوج وزوجه مزوجين، رجل ومراه مزوجين ساكنين في فرنسا، كل شيء في امان الله. واحد الساعه وقع طلاق بيناتهم، وطبعا كاين انجاب، كاين اطفال. فتي يجي الاب كيقرر مثلا يدخل المغرب في اثناء المسطره ديال التطليق ولا مسطره الطلاق، سواء داروا مسطره خارج يعني في فرنسا او داروها في المغرب، لانه يمكنهم يديروها فيهم اللي اختاروا فيهم يديروا في فرنسا، يمكن يديرها ايضا في المغرب. اللي سبق هي اللي كتمشي المسطره، هي اللي كنكملوا، هي اللي دارت الاول. هذا على حسب الاتفاقيه الثنائيه ما بين المغرب وفرنسا في اطار التعاون القضائي. فوقع الطلاق وكاين وليدات، وقرر الاب انه يسكن في المغرب. فملي طلقوا كيمشي هو يطلب اسقاط الحضانه للام. علاش؟ حيت دات الوليد عاش به في فرنسا، في حين انه تزوجوا في فرنسا ولا كاع تزوجوا في المغرب وسكنوا في فرنسا من بعد ما تزوجوا، وولدوا في فرنسا وخدامين في فرنسا وعندهم الوضعيه ديالهم قاره في فرنسا، ووقع الطلاق وهما مستقرين في هذه الوضعيه في فرنسا. مثلا تكلمت على فرنسا، كنقصد دوله اجنبيه، فما غاديش يمكن له المحكمه تستجب للطلب ديالو ديال اسقاط الحضانه. علاش؟ حيت تيقول لك بانه الام عايشه مع ولدي في فرنسا، وانا قررت ندخل المغرب، ودابا خصها توضع الابن ديالي راه الاشاره ديالي، لان المحكمه حكمت لي باش نشوف ولدي نهار الاحد من 10 الصباح حتى 6 العشيه. لا، ماشي هذا هو السبب. هذا السبب ليس سبب قانوني باش يمكن لك تبني عليه اسقاط مسطره اسقاط الحضانه. وهذه الحاله هذه الام راه ما كتحرمكش من حق الزياره، يعني بسوء نيه، يعني وفيه تحقير وفيه استخفاف بالحكم ابدا. علاش؟ لان نهار تزوجتوا راه كنتوا في فرنسا، ونهار ولدتوا في فرنسا، وكنتوا ناويين تجلسوا في فرنسا وتكملوا حياتكم في فرنسا، وانتم عايشين في فرنسا وخدامين بجوج فرنسا. فتا قررتوا تطلقوا، عاد انت قررتي تدخل المغرب، او تبدات المسطره ديال الطلاق عاد دخلتي انت للمغرب وقررتي تسكن في المغرب ودرتي المسطره ديال التطليق في المغرب. فملي ما كتحترمش هي هاد الزياره ديال نهار الاحد، ما تعنيش على انك يمكن لك دير طلب اسقاط الحضانه، حيت هذا ماشي عنصر جديد. فوقاش يمكن لك دير طلب اسقاط الحضانه وتبنيه هذا البناء هذا وتدفع بهذا الدفع هذا ملي تكون انت ساكن انت وياها في المغرب ومستقرين في المغرب، وطلقتوا وناض تهزات وليداتها ولا ولدها ومشات به لفرنسا وقررت تعيش فيه في فرنسا، هنا غدير اسقاط الحضانه، غتستجب لك المحكمه، حيت ما نحقهاش تدي الولد وانتم كنتوا عايشين في المغرب وتحرمك منه، ولو عندها هي مستقبل او عندها اقتراح او عمل قار ومهم ومحفز بالنسبه لها، وحتى الوضعيه كاع محفزه بالنسبه للطفل مثلا بالنسبه لها، ما عندهاش الحق تمشي تحرمك من حق الزياره. ولا درتي اسقاط الحضانه غادي تربح الدعوه. اذا باش نكونوا واضحين، ملي كتكون ساكن معاها في فرنسا راه تيخصك انت اللي دير مجهود باش تمشي لفرنسا تشوف ولدك، او تفاوض معها باش هي فوقاش تجيب لك. عاوتاني ملي كتكون هي جايه للمغرب كتفق انت وياها فوقاش يمكن لك تمشي لفرنسا، فوقاش يمكن لها تجي للمغرب باش تشوف ولدك 2 خطرات او 3 خطرات في العام او 4 خطرات في العام. ويمكن لك حتى تتفق معها كيفاش تعطيه لك في العيد، في الاعياد او في العطله الصيفيه. الى المحكمه عطاتك هذا الحق، هذا هادشي كله بالتفاوض. ولكن باش تمشي تقول لها هي راه ساكنه في فرنسا وحرمتني انا، راه ما غادي تعطيش المحكمه اسقاط الحضانه، وما غاديش تعطيك الحضانه، وغتبقى الام هي اللي مسؤوله على الطفل وهي اللي حاضنه